بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هل سيكون لوكا زيدان في المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا؟ أو بعبارة أخرى، هل نهاية لوكا زيدان مع المنتخب الجزائري بسبب تصريحات أبوه في ندوة العار لأن نسميها؟ هذا راح نطرقوا ليه في هذا الفيديو. تقول لي واش كاين، بالك اللي مازال ما سمعش وبالك اللي مازال ما فهمش أنه اليوم تم تقديم زين الدين زيدان رسميا كمدرب للمنتخب الفرنسي. قيلت الندوة الصحفية ويتغنى بفرنسا، قلنا ربي سهل عليك، من حقك خدام عندهم سي نورمال، راك تاكل خبز وراتب راتب كبير جدا. لكن أول شيء قبل ما يتطرق إلى أو يتدخل في الأمورات السياسية الداخلية ويتهم جهاز العدالة الجزائرية، كنا ننتظر قبل هذا أنه يعني يتكلم على أصوله. لكن معليش، وزاد قلنا معليش ما راكش مجبر، الجزائر ما تسناش واحد يهضر عليها، اسمها يهضر عليها. فبالتالي يوصل لواحد المرحلة أنه يطلب ويدعم الصحفي الموقوف في الجزائر بتهمة الإرهاب أو يعني تعامل أو دعم وشيء من ذاك القبيل، يعني قضية إرهابية. يعني راهو ب7 سنوات هنا في الجزائر، وزين الدين زيدان يقول لك أنا أدعمه، وإن شاء الله ماشي إن شاء الله، حنا نقولوا إن شاء الله يعني يتم إطلاق سراحه، كأن الجزائر دي عبارة عن بون، دونك حنا نسمعوا زيدان ونطبقوها، يعني ربحت والله هايلة. على كل حال، البداية الجزائر لن يملى عليها أي شخص، الجزائر حرة في قراراتها، حرة في سيادتها، أو الجزائر دولة سيادية، لا أنت ولا غيرك أيا كان منصبه، أيا كان جنسيته، أيا كان أصله، وعلى اختلاف منصبه، لن يملي على الجزائر ما تفعل. لكن السؤال يبقى مطروح، من راح لوكا زيدان وهل راح يستدعى للمنتخب الجزائري؟ عندي فيها رأي واضح. في البداية، لماذا لم يطرح السؤال كاملا؟ الصحفي المدان بتهمة أو قضية إرهابية والآن راهو ينال العقاب نتاعو، هل تدعمه؟ من المفروض أنه هذا هو السؤال. أعطيني حيثية القضية ومن بعد قول الموقف نتاعك. لكن أنتم لا تريدون تشويه سمعة الجزائر وفقط، كأنما اللي يسمع ما على بالوش، كأنما هذا كان جاي سياحة قبضوا عليه، كان جاي سياحة قبضوا عليه، كأنما الجزائر هذه راح تاكل من الوجه. هذا هو السؤال. علاش ما تطرحوش السؤال كاملا؟ علاش ما تطرحوش القضيه كامله؟ علاش تهضروا غير في الكوتي اللي يعجبكم؟ يعني بالرغم واش دار ما طرقتوش ليها، ولكن اطلقوا سراحه وننتظره وندعمه، هذه شغل سهله هذه. هذا شيء غير مقبول تماما، شيء غير مقبول، لا من زيدان ولا من اي شخص اخر. ولذلك نحن قلنا واعدناها مرارا وتكرارا، هؤلاء لا يحبون الجزائر ولا يحبون حتى فرنسا ولا يحبون حتى إسبانيا. هذو مع الواقف، الذي يدفع أكثر هو اللي يكون، اللي يضمن لهم المستقبل نتاعهم، هم اللي يدعموه. لوكا زيدان كنت نتكلموا عليه، عندي فيديوهات يعني مثبتة بالصوت والصورة، يقول فيها أنا فرنسي، والآن يقول أنا جزائري. على يقول أنا جزائري؟ لأنه في المنتخب الفرنسي ما كاش مكانه، فبالتالي جيت غنى بالجزائر. هذا هكذا. علاش دائما أن نقول نتعاملوا معاهم على اساس ديباناج، نلقى ما خير منك تربح انت ما بليس، ماشي زعما كنحاول نقنعك ونجري موراك. ودائما نقول لازم نقنعوهم لانه ما عندناش حنا بمستواهم، لكن لما نلقى واحد اخر بمستواك او اكثر منك يبقى انت تريح تروح، مسألة لانه انت تاع مصلحه وحنا تاع مصلحه، لازم نتعامل معك هكا تاع مصلحه، وهذا معمول بها عالميا، ماشي غير في احنا الجزائريين. مش مثلا ننكروا الخير، ماشي قيسوا ننكروا الخير، هذا هو المنتخب. المنتخب روح للقاموس حوس ما معنى كلمة النخبة. النخبة بمعنى بصفة عامة دون تفصيل الأحسن. هذه هي. إن شاء الله البطولة نتاعنا تطلع المستوى البطولات الخمسة الكبرى، إن شاء الله إن شاء الله، لما نحن ندعو باش ما نسحقوش هذو كما هذو الحركة كامل. لكن حاليا لا مدرسة تكوين ولا ما زلنا بعد نلجأ إليهم. الآن ندخل في لوكا زيدان. السؤال مطروح، هل يتم استدعاء لوكا زيدان من الآن فصاعدا؟
القاعدة اللي نطبقها على لوكا زيدان نفسها اللي نطبقها على اللاعبين الآخرين. الآن لوكا زيدان هل أعطاني الأمان في المنتخب الجزائري؟ لا. هل هناك منهم أفضل منه؟ نعم. فبالتالي أنت ما نستدعيش فاسيلمون، نلقى ما خير منك تربح فاسيلمون. والله نكملها ماستيل وقايم مربح ويسري وبالعزوق. عندي حراس أفضل منه زيدان. ودائما ما قلنا هؤلاء يعني عاجلا أم آجلا يعني يبانوا على حقيقتهم. ما تقوليش جاء وناصر المنتخب الجزائري، لا ما جاش يناصر المنتخب الجزائري، يعني نحطوا النقط على الحروف. جاء من أجل مساندة ابنه. لا بروف لما لوكا زيدان ما كانش يلعب هل شفناه يعني مثلا في المدرجات؟ وهل شفناه بتصريحات قوية عن الجزائر لتعبر على دعم الجزائر؟ فبالتالي أول فرصة مع المنتخب الفرنسي يعني تمعن بالتصريحات دوك نقول لك اصلا واش قال راح تفهم كل شيء. وبالاضافه راح نتكلموا هل نستدعي لوكا زيدان مستقبلا نعم ام لا. انا رايي واضح في هذه القاعده، في هذا الشيء رايي واضح. دوك نتكلموا عليه. كما على بالكم زين الدين زيدان طيله الندوه الصحفيه ويتغنى بفرنسا. انا فرنسي وانا فرنسي، ما تجرأش ميمبا ويقول اصول جزائريه مع انه اصول جزائريه. فرنسا مع فرنسا وأحب فرنسا وعندي عروض من أندية كبيرة وعند أندية ومنتخبات، ورفضت لأني كنت أنتظر فقط العرض على المنتخب الفرنسي. قلنا إلى حد ما يعني راك عندهم ما تطبل، ولكن ما تجبرش ميم با اسم الجزائر نزيدوا فرضا أنه نزيدوا نجوزوها لك. لكن به توصل وتتدخل في الشؤون أو الشأن الداخلي الجزائري في العدالة الجزائرية، هذا أمر غير مقبول، غير مقبول بأي شيء من الأشكال. كاين اللي مازالهم يدافعوا عليه. قلنا رياضيا ما نتكلمش رياضيا ما يهمنيش، رياضيا تناصر فرنسا ولا تناصر بي اس جي ولا تناصر ليل ولا رياضيا ما يهمنيش. قلنا كما كاين جزائريين راهم كما كاين فرنسيين في الجزائر سوايا عملوا ولا واش راهم يديروا، كما كاين جزائريين راهم في فرنسا وعايشين في فرنسا. ما نقدرش نقول لك رياضيا دبر راسك. لكن ما نعارض الأجهزة الفرنسية تحاول تشويه سمعة الجزائريين أو سمعة الجزائر. هذا هو السؤال يبقى مطروح. لأنه كما شفتوا الندوة الصحفية أو ندوة العار لزين الدين زيدان لما حشر أنفه فيما لا يعنيه أصلا، وهذا الشيء ليس بالمجانة، كل شيء متفق عليه سلفا مع الاتحاد الفرنسي، وربما وضعوا هذا الشرط لتدريب المنتخب الفرنسي براتب كبير وكبير جدا. هل راح نشوفوا لوكا زيدان في المنتخب الجزائري؟ دوك نتكلموا في هذا الموضوع. واش قال زين الدين زيدان؟ هذا هو الاهم بالنسبه اللي مازال ما سمعش. في ندوه صحفيه يعني رسميا ترسيم زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي، وهذا تكلمنا عليه منذ حوالي 4 أشهر انه راح يكون هو خليفه ديشون، يتكلم ويتغنى بفرنسا. قلنا هذا من شأنك، ربي يسهل عليك. لكن كنا ننتظر انك تذكر اصولك الجزائريه، لكن ما ذكرتش. وقلنا يعني الى حد ما موالفينكم، لكن به توصل وتتدخل في الامورات الشخصيه للجزائر، الامورات الداخليه للجزائر، وتمس القطاع العداله وتحشر انفك فيما لا يعنيك اصلا.